مساء الخير عليكم جميعا متابعين قناة أخبار البورصة المصرية. طبعا احنا بنعمل في اليوم أكتر من فيديو بيتكلم عن أخبار الأسهم. وطبعا زي ما انتم شايفين لا أحد ينكر أهمية الخبر في التأثير على قيمة السهم، بحيث إن لو كان خبر إيجابي بيرفع السهم، ولو كان خبر سلبي بينزل السهم لتحت. طبعا مثلا حد هيقول لي انا هستفاد ايه من الاخبار؟ هتستفاد من الاخبار مثلا وليكن زي خبر السويدي للكابلات، السويدي الكتريك، اللي هو كان ب34 وفجأة عشان الشركة الإماراتية اللي عايزة تشتري من التداول الحر من أسهم المساهمين، عرضت إنها تشتري السهم $1.01. طبعا الخبر بتاع السويدي ده رفع السويدي 20% في جلسة أمس. وطبعا النهاردة ابتدى ينزل، لأن هو مجرد خبر، يعني مجرد خبر يا شباب. ممكن يتنفذ وممكن ما يتنفذش، يعني ممكن أصلا ما يتنفذش، مجرد بس خبر رفع السهم للقمة. فبيقول لك اشتري على الإشاعة وبيع على الخبر. فده يعني يعتبر زي الإشاعة، يعني ما مش باين إذا هو حقيقي ولا هو خبر كده وخلاص، بس هو الناس إيه، أول ما تطلع الإشاعة تشتري وينزل الخبر تبيع الخبر، حتى لو إشاعة. يعني لو قال لك مثلا سهم مش عارف مين الاستحواذ مش عارف، تروح تشتري على طول، لأن الأخبار بتأثر تأثير شديد في البورصة وفي الأسهم. هناخد برضو هنا خبر عن الوطنية لإسكان النقابات. بيقول لك تتراجع 23.5% الأرباح بتاعتها خلال الربع الأول من 2024. طبعا السنة اللي فاتت اللي متابع الوطنية لإسكان النقابات من 6 شهور بالظبط أو من 7 شهور، كان السهم بتاعها ب28 جنيه بس. السنة اللي فاتت أول ما أعلنت اللي هو الأرباح بتاعتها، وكانت ما شاء الله ربحت كتير، وعملت كوبون نقدي ب10 جنيه. يعني تخيل، سهم قيمته 28 ولما اتمعظم بقى ب32. يعني الناس انا كنت مشتريه ب32 وبعته قبل ما يطلع الكوبون، ما اعرفش عنه حاجة، يعني انا ما اعرفش ان هو اصلا بيطلع كوبونات، وانا اشتريته على السمعة فقط. ازاي على السمعة؟ ان البنك الاهلي وبنك مصر مستثمرين فيه حوالي 6 مليار. فالسهم ده انا اشتريته يومها على تقريبا 32 و31، عشان عرفت بس خبر ان بنك مصر والبنك الاهلي خد ارباح المودعين، خد الفلوس بتاعت المودعين اللي هم حاطين شهادات 25% و20% والدنيا دي، اشترى بها اسهم 6 مليار جنيه. اشترى بها اسهم في الوطنية لإسكان النقابات. فطبعا البنك الاهلي والبنك وبنك مصر مش عبط يعني ان هم يحطوا مبلغ زي ده في شركة زي دي. اكيد عارفين ان هو هيدي ارباح سنوية تفوق الشهادة. وطبعا هم لما اشتروه ما كانش طبعا ب28، هم اشتروه كان ب11 جنيه، كان ب11 جنيه، حطوا فيه 6 مليار. مجرد بس ما اشتروه رفع السعر بتاعه، وصل 28، قعد يزيد تدريجيا وصل 28. انا خدت اشتريته على 31 و32، واشتريت كمية منه. قعدت مستني فيه حوالي 3 شهور ان يرفع، مش راضي يرفع، لحد لما زهقت منه وبعته. بعد ما بعته ما كملش شهرين وراح موزع ايه لمعلم، راح موزع 10 جنيه كوبون نقدي. وزع 10 جنيه كوبون نقدي، يعني لو بنك مصر والبنك الاهلي اشتروه على 11 جنيه ولا 12 جنيه، ووزع لهم 10 جنيه كوبون نقدي، يبقى كده وقع عليهم ب2 جنيه بس. شفت سبحان الله. وبعدين ايه، ما اكتفاش بكده، ده نط بعد التوزيع، قبل التوزيع وهو راح يوزع نط، بدل ما كان ب31 بقى ب47. تخيل، بقى ب47.
طبعا بعد ما وزع ال10 ما نزلش برضه كتير، يعني برضه ده حاجة غريبة. يعني كان ب47 وبقى ب44 وبقى ب42. طبعا الخبر اللي زي ده هينزل اكيد من القيمة بتاعته، لان هو هنا بيقول لك ان ايه، الارباح بتاعتهم اتراجعت بنسبة واصلة لحد 25%، يعني الربع، ربع الارباح طار. طيب لو قعدوا التلات ارباع اللي هم باقيين في السنة يخسروا زي كده، يبقى ارباحهم صفر. لان كده هو 23% ونص، يعني داخل على 25%، داخل على الربع، يبقى خسر ربع الارباح في ربع السنة. فالاخبار دي مهمة جدا بالنسبة للاسهم، وبتأثر على السهم، سواء بترفع السهم أو بتنزل السهم. وتعالوا ناخد تفاصيل الخبر مع بعض ونشوفوا تفاصيل الخبر. أظهرت القوائم المالية لشركة الوطنية لإسكان النقابات المهنية خلال الربع الأول من العام الجاري انخفاض أرباح الشركة بنسبة 23% ونص على أساس سنوي. وأضافت الشركة في بيان للبورصة أنها حققت صافي ربح بلغ 9,790,000 جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2024، مقابل أرباح بقيمة 12,810,000 خلال نفس الفترة من العام الماضي. يعني في نفس الفترة كانوا عاملين محققين 12,810,000، السنة دي ما كملوش 10 مليون. وحققت الشركة إيرادات أخرى، عائد أقساط بيع الفندق بلغت 15 مليون جنيه مقابل 17 مليون جنيه في نفس الفترة نفسها من العام الماضي. يشار إلى أن الوطنية لإسكان النقابات المهنية حققت أرباح بلغت 62,560,000 خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 44 مليون جنيه في الفترة المقارنة في 22. يعني في 23 حققوا 62 مليون أرباح، في 22 حققوا 44 مليون أرباح. في 23. في 24 اللي احنا فيها دي ما اظنش اني هحققوا حتى ربع الفلوس اللي عملوها. وحققت شركة الوطنية لإسكان النقابات المهنية أرباح بلغت 45 مليون خلال الفترة من يناير لسبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 33 مليون في الفترة المقارنة من 22. يعني كل مدى مستواها للأسوأ. لو أي حد اشترى في الشركة دي، يا ريت يكتب لنا التجربة بتاعته في التعليقات، وما تنسوش المشاركة وعمل لايك واشتراك في القناة، وكلنا نستفيد سوا. لو حد عنده أي فكرة عن الأسهم يكتبها، الأسهم اللي احنا بنذيع عليها الأخبار، والسهم ده بالذات لو حد اشترى فيه يا ريت يكتب لنا، ويكتب اشتراه بكام ويباعه بكام. وكده يكون انتهى خبر النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.